بالاخير الكره عاليه الى خببه لريال مدريد، لكن السنه عاد مع الانجليز نشوف تشيلسي المتراجع بصراحه. تشيلسي هذه الايام في الدوري وفي دوري الابطال. كره الريال، اللاعب اللي عنده تسديدات قويه يتقدم يمرر ولكن يبعدها مدافع قادش. للريال التسديده حاضره من فالفيردي لكن الى خارج ارضيه الملعب. الاوروغوياني المتالق اللي عنده 7 أهداف، الافضل كان 10 هدف. هذه خطيره التسديده، ولكن القائم الايسر يتدخل مع كورتوا اللي يرتمع الكره، لكن القائم الايسر هو من انقذ هذه المحاوله الاخطر. وصلت الكره سريعه التسديده لكن يرفضها. حلوه هذا دافيد جيل حارس المرمى ينقذ الموقف. وتسديده اسينسيو عنده 6 أهداف في الليغا يبحث عن الهدف ضرورة، لكن التغطيه حاضره. تبادل ما بين لاعبي الريال. بنزيما يخلصها، بنزيما لا، كره مقطوعه لكن سلسه جميله المحاوله، خطيره المحاوله. كره اخرى خطيره ايضا تحولت ولكنها مرت وضاعت، ما سجل. الركنيه لعبت تحولت ولكن عند حارس المرمى الموفق لغايه الان دافيد جيل. في الجهة اليمنى تأتي المحاولة ولكن الكرة صدت من روديجر، تحولت إلى ركنية لمصر. اللعبة أمام المرمى، التسديدة كريس راموس تسقط الكرة أمامه، يسدد. شوف لاحظ فاسكيز يحول والتحول بعد ذلك، لكن دافيد جيل يتقدم يخلص. كرة وصلت جهة كريم بنزيما. أخرى في الجهة اليسرى، لاحظ عدد لاعبي فريق قادش في الجهة اليسرى 5-6 من اللاعبين. هنا البطاقة الصفراء تظهر للمرة الأولى على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة. طبعا متر 99 استخدم يده بعد حطله تقدم. المرور اللعبة ولكنها مرت من الجميع إلى مرر اللعبة انحطت في العارضة، انزلت، ما في شيء. معبرت لكن تلاحظ رودريجو مكان مواطن البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتلقاها مباشرة اسينسيو. التسديدة هنا حاضرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. خلص إلى رودريجو يخلص يحطها ولكن صدها حارس المرمى دافيد جيل. في مباراة رقم 100 يمرر مباشرة إلى اسينسيو. اللعبة ولكنها تحولت إلى ركنية. لعبة الركنية، التسديدة حاضرة من داني سابايوس لكن أيضا حارس المرمى جيل يواصل تألقه. جيل لوكاس فاسكيز عنده 3 يديرمي ميليتاو عنده 4 لاعبين مدافعين. لاعبي خط الوسط ايضا مطلوب منهم، وبالتالي انتهت المحاولة. يعني كان ريال مدريد ضاغط والوقت ضغط. ايها الاحبة الكرام مشاهدي قنوات بين سبورت الاعزاء، تحية لكم من ملعب ميرندية في الشوط الاول، ولكن لدينا محاولة ريال مدريد. يحاول كريم بنزيما ولكن سوف تكون ربما تحمي هذا الفريق في المستقبل من العودة. فريق السابق كرة الريال ايضا يتألق حارس المرمى. كنا اليوم يوم دافيد جيل. حلوة اللقطة، حلوة. بنزيما يسدد ولكن في مدافع قادش. لحد ما حدث في الشوط الاول تقريبا يحدث في الشوط الثاني.
كورتوا يتصدى لي مرة أخرى لبنزيما. التسديدة عالية من اللاعب يجيب التسديدات ماركو أسينسيو، ولكن الكرة إلى خارج الريق رائعة. الله الله، حلوة حلوة حلوة. هي مو بجول لكن اللعبة حلوة، اللعبة حلوة. كرة أسينسيو حلوة. ولاحظ معي هو يوم دخل لحظة المدافعين يمنعون من التسجيل، لكن هنا ممكن التسجيل. الكرة مرت عجيل لكن كثر الدق، ما في شيء. أشار حكم المباراة وكان يقول العب الكرة، ما في شيء. قادس تقدم بنزيما يلعبها، ضربت العارضة ورجعت له، رجعت حق كريم بنزيما. يبي بنزيما مرة أخرى